ومرة تانية أنا شكري للجميع، كل الناس، كل المصريين. الوقت ده وقت التكاتف، الوقت ده وقت التكاتف، وقت الوحدة، وقت مصلحة الوطن. وأنا متأكد وبفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول له يا رب يعني ظروفنا صعبة وحضرتك تساعدنا يا رب، حضرتك تساعدنا. سمعتش انا التسقيفة المرة دي؟ حضرتك في واحد يقول لربنا حضرتك؟ انت قاعد مع واحد على المصطبة؟ انت بتشحت؟ انت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى تقول له حضرتك؟ غريبة للغاية. انت مفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى زي الناس بتوع الخليج اللي بيدوك فلوس؟ انت بتخاطب الذات الالهية، يكون في تحضر في التعامل مع الذات الالهية. طبعا ده مش غريب من واحد بيقفل المساجد وبيقتل المصريين في الشوارع وبيقتل المسلمين وهم بيصلوا الفجر. مش غريب جدا انه يتعامل مع الذات الالهية بهذه الطريقة. لكن انا عايز اسأل، المصريين راضيين عن الاسلوب بتاع الرئيس الانقلابي بتاعهم؟ يا ترى انت مسلم وموافق عن التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ انك توافق ان واحد يتعامل يقول له حضرتك؟ يعني خلاص ربنا بقى زينا، بنتعامل مع ربنا زينا واحد لواحد؟ ولا هو واحد زي بتوع الخليج حضرتك وجلالتك ومش عارف ايه؟ لا، وشايفين الاسلوب بتاعه يعني كأنه يعني ايه في ايه. والله الشيخ حازم والله عنده حق، ممثل عاطفي بالدرجة الاولى.